الكلاب كان بتجي داخلة هنا لأنه ما في حد في المستشفى، فبتاخد الجثمان ونلقى العظام برا يا الله. وتتغذى عليه، وكانت مناظر بشعة جدا جدا. أنا وأنا داخل يعني يمكن حتى الريحة جدا قوية. الريحة لأنه الجسامين دي كلها ما في تبريد، الجسامين بتبدأ تتعفن. دي كلها ريحة الجثامين الآن. دي كلها ريحة الجسامين. دكتور، اللي كان أنت بتتكلم على إنه طبعا أنا شايف منظر الثلاجات، أيوة. شايف منظر المغاسل موجودة، كله دمار وشيء مؤلم والله. فتقصد إنه الثلاجات دي كانت الجثامين موجودة فيها كان والكلاب كان بتجي وتنهش فيها. تنهش. طبعا هي من قبل الحرب موجودة. من قبل الحرب. أيوة. ليها كم سنة الجثامين دي؟ جثامين دي من 2019. من 2019. من 2019. والحرب 2023. 2023. أيوة. فظلت وبعدها بقت جراء الحرب والكلاب زي ما قلت كانت بتتغذى عليها. بتتغذى عليه، والجثث كلها اتحللت. حتى كنت بتكلم عن السعة الاستيعابية بتاعت المشرحة. يعني الثلاجة كله درج المفروض يكون فوقه الأيديل جثمان واحد. نعم. بنلقى إنه الدرج ممكن يكون فوقه جثمانين وثلاثة. أديك مثال. نشوف الثلاجة. طيب. دي الثلاجة. نعم. بتشيل. نعم. 6 جسامين. نعم. يعني احنا لأنه ما في أماكن فبنقوم ندخل في كل درج 3. يا الله. يعني السعة الاستيعابية بتاعت الثلاجة بقت 18 بدل 6. أيوة، دي 6 أدراج، 6 جثامين. 6 جسامين. اضطريت العدد يكون زيادة. العدد يكون زيادة على أساس إنه فبلقى إنه ذاته التبريد عاوز مساحة على أساس إنه الهواء يمر، فبلقى الجثة فوق باردة، التحت بدأت تتحلل. يا حول الله. والموضوع ده من 2019 المناظر دي. لا حول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. دي ترابيزة بتاع التشريح، زي ما قلت 3 ترابيز بتاع التشريح موجودة. عندنا هنا الثلاجات دي كان برضو لحفظ العينات ثلاجات، وده لحالات بتاعة التجميد. نعم. كنا بنضطر ندخل هنا في الديب فريزر نجمد الجثة بالماينس، وبعد ذاك نحولها في الثلاجة الثانية. أول ما نحس إنه الجثة هيحصل تعفن بنروح بندخلها بنجمدها في الثلاجة دي ونرجعها تاني. يا الله. زي ما شايف يعني دي كانت أساسا للعينات يا دكتور، صح؟ دي كنا بنجمد فيها، دي الثلاجة بتاعت العينات، دي كنا بنجمد فيها الجثث. عدم وجود الإمكانيات لحفظ الجثمان، فاضطرينا نستعمل دي على أساس إنه ناخد التبريد بتاعها، نجمد 3 وندخلهم في الدرج ده على أساس إنه يقعدوا أطول فترة ممكنة عشان نقدر نحفظهم. يعني شوف أنت مرات في المحال التجارية المواد الغذائية ما بترضى تاخدها، دي ثلاجة قديمة حتى لو كانت بحال جيدة ما ترضى تاخدها في مكان، ما بالك نفس بني آدم تتخطى في المكان ده. هنجي هنا، دي الثلاجة الثانية مع بداية الحرب، الأبواب كلها اتكسرت وبقت الجثث قاعدة، فالكلاب زي ما قلت لك. يعني لما حصل ده جراء الانفجار، صح؟ ده كلها جراء الانفجار. فتفتحت الأبواب، اتفتحت الأبواب من قوة الانفجار، وقف التبريد، والكلاب بدأت تنهش في الجثث. لا حول الله. نعم. وإلى الآن من بداية الحرب الحال على ما هو عليه. الحال على ما هو عليه. نعم. مش هناك نشوف الثلاجة الثانية. يا طيب. الله يا الله. أنا والله مضطر ألبس لي كمامة ثانية يا دكتور، لأنه صراحة الريحة يعني لا 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 إله إلا الله، لا إله. دي هنا دي
ثلاجة كبيرة، غرفة بتاع التبريد فيها موجودة 1000 جثة. لا إله إلا الله. وده أنا شايف جماجم وعظام وجثامين. نعم، لا إله إلا الله. ده المفروض يتكرموا ويدفنوا. يا الله، يعني شايف عظام متجمعة فوق بعض، تجمع فوق بعض وتحللت تحللت، ودي كلها نهشت الكلاب برضه لأنه الانفجار زي ما شايف الباب بتاع الثلاجة اتفتح ودخلت الكلاب جوا. دخلت الكلاب عادي بتشيل. دي ثلاجة جماعية. ثلاجة جماعية بتشيل كم؟ هي المفروض تشيل 20 جثة، لكن جوا كم؟ جوا موجودين 1000. 1000 جثة. المفروض تشيل 20 جثة. هم وجوا كانوا 1000. ولما حصل انفجار الكلاب دخلت على 1000 جثة نهشت فيها. لقيت الأبواب مفتحة وبدأت تنهش فوق الجثث. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يعني حتى ولا جثمان، صورة جثمان كامل ما موجودة. ودي لها كم أسة يا دكتور؟ دي من 2019. 1000 جثة من 2019. من 2019 و2020 2021 و2022. طب والله يا دكتور، يعني لي يمكن في البرنامج ده يمكن ده موسمنا الخامس، وكلها في مواضع يعني وجع وألم إنساني، لكن ما أبدا شفت منظر زي المنظر ده. والله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. أبسط حقوق الإنسان لما يموت، الميت عنده برضه حقوق، إنه المفروض يتحفظ بصورة حسنة ويدفن ويتكرم. حسبي الله ونعم الوكيل. دي الثلاجة الثالثة، ودي الثلاجة الرابعة. هي ثلاجة إيطالية قديمة، برضو كان بتشيل نفس كله درجي بينخد فوقه زي 3 جسامين. دي لها كم سنة الثلاجة دي؟ قلت لي ثلاجة قديمة من 2007. يعني أصلا الثلاجات قديمة وجات عليها الحرب جات عليها الحرب. دي الثلاجة الخامسة. نحن قمنا بتفريغ هذه الثلاجات الصغيرة من الجسامين وتم دفنها. المكان ده كان شنو يا دكتور؟ دي المشرحة، تابع للمشرحة، وجاي هنا في قاعة بتاع التدريس. واحنا ماشيين يا دكتور أنا شايف فيه يعني تشوف مثلا أجسام صلبة، أجسام سائلة، بتشوف في رث، بتشوف في طين، شنو المواد اللي موجودة اللي احنا بنشوفها؟ طيب، جوا كانت نتيجة لعدم وجود الكهرباء الجثث بدأت تتحلل. دي سوائل نازلة من الجسامين، لا إله إلا الله، ملت الأرض، جاء عليها إنه السقوفات كلها اتدمرت، فالمطر مع الموية على البسادة. يعني دي بقايا من أجساد الجسامين ذاتها، بقايا ذاتها من أجساد نتيجة التحلل. اتحللت. لا إله إلا الله. ده كله آثار الحرب والتدمير من الحرب. تدمير من الحرب. سبحان الله. وأنا داخل يا دكتور بسأل بقول الإنسان اللي مهما كان متوحش في الحرب ومهما كان إنسان ظالم، يعني شنو ذنب الجثث دي وقاعات تعليمية تدرس الطلاب تقصفها وتدمرها؟